السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن نزول دم في الشهر الثالث من الحمل بدون ألم، الأسباب ومتى يصبح خطيرا. يمثل نزول الدم خلال الحمل حالة مقلقة، وخاصة في الثلث الأول من الحمل، وفي الشهر الثالث تحديدا قد تواجه بعض النساء نزول دم خفيف بدون ألم. فهل هذا طبيعي؟ وهل يشير إلى خطر على الجنين؟ في هذا الفيديو بإذن الله سنوضح الأسباب الشائعة وغير الخطيرة، وكذلك الحالات التي قد تستدعي التدخل الطبي. أولا، ما هي أسباب نزول دم بدون ألم أثناء الحمل؟ نزول الدم في الشهر الثالث بدون ألم لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، فقد يكون لأسباب طبيعية، منها التغيرات الهرمونية قد تؤثر على بطانة الرحم مسببة نزيف خفيف، حساسية عنق الرحم نتيجة لزيادة تدفق الدم إلى منطقة عنق الرحم وخاصة بعد العلاقة الزوجية أو الفحص الداخلي، التهيج البسيط بسبب استخدام السونار المهبلي أو ممارسة نشاط بدني زائد، وانغراس المشيمة المنخفضة، المشيمة المنزاحة جزئيا قد تسبب نزول دم خفيف في هذا الوقت من الحمل، وغالبا ما يكون النزيف في هذه الحالات محدودا ويختفي بدون علاج، لكن يبقى من الضروري إبلاغ الطبيبة. ثانيا، متى يكون نزول الدم خطيرا أثناء الحمل؟ رغم أن بعض النزيف يكون طبيعيا، فهناك حالات تستدعي القلق والمتابعة العاجلة، مثل الإجهاض المنذر في حال كان الدم غزيرا واستمر لفترة طويلة، وخاصة مع مغص في أسفل البطن أو الظهر، والحمل خارج الرحم وإن كان نادرا في الشهر الثالث إلا أنه قد يظهر على شكل نزيف بسيط مع دوخة وألم، وانفصال المشيمة المبكر وهي حالة نادرة لكن خطيرة وقد تسبب نزيفا مفاجئا، أو وجود تجلطات أو نزيف أحمر فاتح مستمر. ثالثا، ما الذي يجب فعله عند ملاحظة النزيف؟ راقبي كمية الدم ولونه وتجنبي المجهود البدني، واتصلي بالطبيب فورا، وخاصة إذا صاحب النزيف أعراض غير طبيعية مثل الدوار أو الألم، ولا تهملي أي تغير في أعراض الحمل. وفي ختام الفيديو، في الشهر الثالث من الحمل قد يكون نزول الدم بدون ألم طبيعيا في بعض الحالات، لكن لا يجب الاعتماد على التقدير الشخصي. المتابعة الطبية هي السبيل بإذن الله للتأكد من سلامة الجنين واستقرار الحمل. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.